ما أحوجني اليوم ليخرج لساني عن عفته لأصف لكم إنسانا انعدم ضميره وفقد مشاعره، استهوته واستبدت به شهوته فانقلب بها ومن أجلها، فخلع عن نفسه رداء الفضيلة هوى إلى طاع الوسيلة، صادق الشيطان وتعاهد ما هو على الشر، لم يردعه وادع من ضمير راح ينشر الفسق والفجور. فإن المتهم القابل وخلف قفص الاتهام دفعته شهوته وغروره لارتكاب ما خس من فعله وما ذنب بحق سيده. كانت تحسب أن الدنيا ما زالت بخير مع مثل هذا، ربة منزل أنت ووالدة لأربع سبل، والكبرى أنثى لعرسها تتجهزه، عريسها شقيق المتهم، والأخير ظننت أنه نجم، وكيف لا ويقول لي عمتي. طرده أباه من مأواه فجاء إلى منزلي ومنزل والدي فآويناه قرابة 3 سنوات. في منزل استضفته وقدمت له صنوف الطعام والشراب إكراما له ولشقيقه عريس ابنتي. علاقة ظننتها أسرية يجمعها الود والمحبة وصلة الرحم، فإذ به اختل عقله ولعب الظنون هواه، ظن في مخيلته المريضة أني قد أعجب بها وأهواه. ما ذنبي في ذلك فما بي خوفا عليه ودفاعا عن شرفي وكرامتي ومستقبل أسرتي قمت بطرده المنزل. اشترى أكثر من سكين وأخبر نجلتي بمن تواه، فحذرتني من رغبتي الشنعاء، فأخبرتها يا بنيتي لا تقلقي إنه مزاح. انتظر قرابة 2 صباحا ترقب خروج زوجي إلى منزلي تسلل خلسه، فلم يجد طريقا سوى التحين بي منفردا، ففوجئت به ولا رحمه، فحاولت منعه وقاومت فلم أتمكن من ذلك، فبنجلتي استنجدت فجاءت مسرعة فإلى خارج غرفتي أبعدت. هل اكتفى بذلك وعاد إلى رشدي وجانب الشيطان في هواه؟ بل اكتفى بذلك وعاد إلى رشدي؟ لا والله، فعاد واندفع نحو وأبعد وأصاب نجلتي وقبل رأسي ونحل عنقي فلم ينفك عنه، لم يتردد لحظة في إتمام فعلته. في حالة الدعوة إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستبيان رأي فضيلته الشرعية. الواد بص لمرات عمه عجبته، ابتدى يتحرش بيها، يدخل عليها 11 طعنة ويذبحها وينحرها نحر الإبل. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. صحيح، خيرا تفعل شرا تلقى. الواحد حزين لما بيقول كده، المفروض خيرا تفعل أو تعمل خيرا تجد. عملت خير، زمان كانوا بيقولوا اعمل خير هيقعد لك، اعمل خير هيقعد لك، اعمل شر هيقعد لك. فالخير لازم يقابله خير والشر هيقابله شر. اعمل خير وارمي البحر، ده اللي تربينا وتعلمنا عليه. لكن دلوقتي يقول لك خيرا تفعل شرا تلقى. ليه يا عم؟ وللأسف اللي بيحصل قدامنا بيخلينا نقول خيرا تفعل شرا تلقى. تعال نشوف الجريمة دي تمت ازاي. صفاء اللي عندها 37 سنة كنا اتكلمنا عنها قبل كده، زوجة عندها 4 ولاد رجالة، مش رجالة، ذكور لسه ما وصلوش لمرحلة الرجولة، وبنت عروسة عندها 19 سنة. وتضحكوا لما تعرفوا ان صفاء عندها 37 سنة. طب ازاي 37 سنة وعندها 4 ولاد وبنت عروسة عندها 19 سنة؟ الجريمة دي حصلت في قرية اسمها قرية النخيلة، مركز أبو تيج، محافظة أسيوط. وفي أبو تيج وفي أسيوط بيجوز البنات، وبالذات في القرى سن 15 و16. صفاء عايشة مع جوزها، مخلفة منه البنت الكبيرة عروسة 19 سنة، مخطوبة لابن عمها.
البت الصغيره دي مخطوبه لابن عمها وهي عندها 19 سنه. مخطوبه تتجوز، الشرع بيقول 18 او القانون بيقول 18. مخطوبه لابن عمها، وامها فرحانه وابوها فرحان. البت مش هتطلع غريبه، هتطلع من بيت ابوها تروح بيت عمها، واللي هياخدها ابن عمها. اما صفاء اتقتلت ليه؟ صفاء الام الصغيره دي 37 سنه، الطعن جسمها واخد اكتر من 11 طعنه وقطع بالرقبه. ليه؟ عملت ايه؟ اتذبحت في اوضه النوم، 11 طعنه وذبح في الرقبه. ليه؟ عملت ايه؟ اقول لكم. اخو العريس اللي واخد بنت صفاء، اللي خطب بنت صفاء، اتخانق مع ابوه، فابوه قال له اطلع بره. طب الواد هيروح فين؟ الواد اسمه ايه؟ اسمه خليفه، عنده 20 سنه. لما ابوه طرد خليفه راح فين؟ عمه قال له تعالى ده عندي، مالكش دعوه ابوك، تعالى. عمه، انا اخويا طرد ابنه، انا عمه، تعالى يا واد. زعلت ابوك ليه؟ طب سيب ابوك لما ايه؟ تعالى اقعد عندي. فخليفه قعد مع عمه ومع بنت عمه اللي هي مخطوبه لاخوه ومع مرات عمه، قعد معاهم في البيت. وكل ما الواد يروح عند ابوه يطرد، اطلع يا ما تجيش عندي يا. الواد قاعد عند عمه بصفه دايما. مرات العم صفاء بتتمتع بقدر كبير من الجمال وبتعامله زي ابنها. ما هو فعلا زي ابنها، لان اخوه هو هياخد بنته، اخو خليفه هياخد بنته، فكانت بتعامله ده ابني 20 سنه، ده من دور بنتي عندها 19 وخليفه عنده 20 زي بنتي بالظبط. كانت بتعامله كأم، بتفطره وتوكله، وحتى كانت بتاخد فلوس من جوزها ويقول له خد يا واد. الواد بص لمرات عمه عجبته، ابتدى يتحرش بيها، فقلت له انت اتجننت يا خليفه؟ ده انا امك يا واد، ده انا اللي مربياك يا واد، ده انت اخوك هياخد بنتي يا واد، اطلع بره. والله العظيم لما طلعت بره لا اقول لعمك وهقول لابوك انت يا واد بتحط ايدك عليا يا واد، يا انت بتنتهز الفرصه ان جوزي مش موجود اللي هو عمك وولادي بره مع ابوه، عايز تحضني يا واد. راحت طردها بره. طب الواد لا ابوه راضي ياخده وخايف يرجع بيت عمه، احسن مرات عمه تقول لعمه. جه عمه بيقول له من فين الواد خليفه؟ قالت له ده راح عند بيت ابوه. قال له اخيرا الصالحوا. فالمهم اللي عمه طلع لقى الواد بره في الشارع. يا واد توفي ده ليه؟ قال له ابويا ما رضيش يدخلني البيت. قال طب ادخل عند مرات عمك، ادخل يا. وهو داخل قابل بنت عمه، بيقول لها يعجبك الكلام ده؟ اتشنكلت فوجعت على مرات عمي، فبتقول انت عايز تحضني وتطردني؟ انا هذبح لك امك دي. فالبنت قالت له تذبح لي امي؟ هي خروف ولا ايه؟ قال لها انا قلت لك كده وخلاص. راحت البيت قالت لامها خلي بالك يا امي، خليفه بيقول ان انت طردتيه وهيذبح. قالت لك سيبك من العيال ده، كلام عيال. الواد بقى فضل في الشارع لما مرات عمه طردته تاني لغايه ما بعد الفجر، لغايه الساعه 6 الصبح. جوز صفاء خرج وولاده معاه، ومفيش في البيت غير العروسه اللي مخطوبه لاخو خليفه وللست صفاء. اتسلل الواد للبيت بعد ما شاف عمه وولاد عمه طلعوا، وراح دخل البيت وراح فتح اوضه النوم على مرات عمه وراح شدتها من شعرها. قال لها بقيت انت تطردني من البيت وتهدديني ان انت هتقولي لعمي؟ لا عاش ولا كان. دب 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 المره بتصوت، دخلت العروسه امايا راح خبط البيت بايدها ورجع راح ذبح مرات عمه وراح هربان. وهو هربان طعن نفسه عشان يموت نفسه، لكن ما ماتش عشان عدالة السماء تاخد مجراها. تم القبض عليه، والبنت العروسة اللي مخطوبة لأخوه شهدت عليه، قال هو اللي ذبح أمي وكان عايز يعمل معها علاقة، وأمي حكيالي وأمي طردته. الراجل انت ما جايتليش لا مراتي؟ أمك ما جايتليش لا؟ يا باي هتوجع بين الإخوات، هتروح تتخانق مع الواد وتتخانق مع أبوه.
أمي قالت نطد ونبعده، فطردته يا باي، لكن هو انتقم من أمه. حكمت المحكمة، عشان كده بقول لكم القضية دي كانت من حوالي 3-4 شهور. المحكمة النهاردة حكمت على خليفة بالإيه؟ بالإعدام شنقا، لأنه أكبر من 18 20 سنة خلاص. حكمت عليه بالإعدام شنقا بعد مرافعة بليغة من وكيل النائب العام. بالإعدام شنقا. هو ده القضاء المصري العادل. واحدة نايمة ببيتها آمنة مطمئنة على فرشتها في أوضة نومها، يدخل عليها 11 طعنة ويذبحها وينحرها نحر الإبل، وكان هيموت العروسة. والغريبة إن العروسة دي بنت عمه مخطوبة لأخوه، ما عملش اعتبار لأي حاجة، ما عملش اعتبار لأي حد، وكان فاكر إنه هيخرج من جريمته دي سالم غانم، وعور نفسه بيقول حاولت الانتحار. الفكره كلها كان عايز يثبت ان هي اللي كانت عايزه تضربه، وهو كان بيدافع عن نفسه، لكن هيهات هتعملها ازاي دي؟ عور نفسه عشان يفلت من الجريمه. 20 سنه بتبص لواحده عندها بنت من سنك، ده بنتها المخطوبه لاخوك عندها 19 سنه، وانت 20 سنه يا خليفه، وهي صفاء عندها 37 سنه. طب على اي اساس يا ابني؟ شيطانك ازاي هيأ لك تعمل علاقه مع واحده اكبر منك ب 17 سنه؟ دي مرات عمك. وكان هيذبح العروسه مرات اخوه او خطيبه اخوه عشان يفلت من العقاب، لكن الحمد لله العروسه اصابتها كانت بسيطه. لكن الام بقى، هو بعد الذبح ينفع يكون في حياه؟ حكم الإعدام شفى الغليل، ربنا يرحمه. السيدة صفاء لأنها ماتت شهيدة على سرير نومها، هنقول إيه؟ لله الأمر من قبل.